شوف مسألة التهريب مسألة موجودة، ولكن التهريب في الجنوب للضعاف وفي بورترادس للكبار، كبار الديوانة وكبار المهربين. أنا أقول لك الصحيح، حتى الديوانة اللي شاركوا في التهريب راهو بعض الأعوان في الجنوب التونسي بتاع الديوانة قزواولة، أما راهو الكبارات موجودين في رادس، وراه هذا نعرفوه، لي كونتينر الكبار يهبطوا وكيفاش يهبطوا وكيفاش قاعدين يتصرفوا. والحوت الكبير الذي نتحدث عنه في التهريب راه موجود في تونس العاصمه، مش موجود في الجنوب ولا في القصرين. ما نحاولوش ما نمشوش نعمموا على اساس ان الجنوب ولا القصرين ولا المناطق المحرومه هي المناطق التي فيها مهربين كبار. المهربين الكبار راهم يبنوا في بلاصات نعرفوهم وين موجودين بالضبط، نعرفوها العمارات نتاعهم ونعرفوا اماكنهم ونعرفوا امكانياتهم ونعرفوا وين ياثروا ونعرفوا يعينوا حتى في مديرين مسؤولين في الديوان يتدخلوا في تعييناتهم وعين فلان وما تعينش فلان. ما نرجعوش الموضوع هذايا. الناس كلها باش يرجع سيدي الناس كلها ما نجموش. وانت مسيت الديوان الكل دونك لا بعض، انا ما نقولش المس الكل. ايوا انا نقول ان كيما موجود تهريب في المواطنين موجود مهربين في الديوانه موظفين، موجودين مهربين في الامن. للاسف ظاهره التلاعب الموجوده في البلاد التونسيه ليست حكر على المواطن، فما شريك موجود على كامل الحدود وفما شريك موجود في وسط البلاد، وانا نعرف شو نقول. هذه حقيقه مره وصلنا للمرحله هذه، علينا جميعا ان نكون عقلنا واعي وان نتصرف بحكمه ازاء هذا الموضوع. بالتالي ماهوش فقط المواطن متروك